تعالوا نعمل مع بعض أحلى صوص كراميل، وكمان هنضيف عليه مكون حلو جدا أكنك عاملاه بالكريمة اللباني بالظبط بطريقة اقتصادية وروعة جدا. أول حاجة معايا كوباية من السكر، ويفضل في حاجة ألمونيا عشان تشوفي منها اللون بتاع الكراميل. هنفرده كويس وبوريكي هنا إن هو على نار متوسطة وعلى العين الكبيرة عادي جدا. وبعد كده أول ما يبدأ يسيح معايا هبدأ أتدخل بمعلقة، يعني ما تدخليش المعلقة خالص، أول ما يبدأ يسيح معاكي تدخلي بمعلقة زي ما أنت شايفة كده بالظبط. وبعد كده مسحت تماما معايا، هنزل بمعلقه كبيره من الزبده. ودلوقتي وطيت النار على نار هاديه. بعد في المرحله ما السكر ساح وطيت النار خالص على نار هاديه. بعد كده هيجيب بقى معايا كوبايه لبن متدوب فيها معلقه كبيره من الحليب البودر، وهو ده هيديكي طعم غني جدا اكنها بالظبط كريمه لباني، بجد طريقه تحفه جدا. ما تقلقيش خالص، في المرحله دي هتلاقيه كتل معاكي. على فكره اللبن انا كنت مدفياه مش حاطاه ساقع من التلاجة، هتلاقيه كتل معاكي، ما تقلقيش خالص، على نار هاديه. وانا بوريكي هنا مرحله مرحله ان هي بيسيح معايا تماما. بعد كده جبت معايا 4 معالق كبار من اللبن، وبعد كده متدوب فيهم معلقه كبيره من النشا. كل ده على نار هاديه معايا. بعد كده هتفضلي تقلبي لحد ما يبدا يغلي معاكي. وقبليها بقى دلوقتي حطيت رشة ملح عشان يبقى سلطة كراميل وبيبرز لك طعم الكراميل جدا. رشة الملح مهمة جدا. بس كده يغلي معاكي وتطفي عليه وتحطيه، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم.